اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، مساء الفل والهنا والسعاده على اخواتي وحبايبي واحلى متابعين في الدنيا. ان شاء الله النهارده معانا تاني يوم العيد او تالت يوم العيد طبعا. ايوه تالت يوم العيد. يلا بينا بقى نشوف الغدا الجميل بتاعنا النهارده اللي هنعمله مع بعض، بس بجد شويه اكل بقى انسي خرافه. يلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا، ويلا قبل ما ندخل نعمل لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ خير زمان، واللي مش موجوده تتفضل عندي في القناه. ربنا يخليكوا ليا يا رب، احلى متابعين في الدنيا. النهارده هنعمل ايه؟ غدا متشكل كده، بس هنشوف النهارده غدانا. مبدئيا كده هجيب معايا بصلتين متوسطين او 4 بصلات. انا اللي عندي بصل صغير فجبت منهم 4 بصلات. بشرتهم كده زي ما انت شايفه، وهاخد الميه بتاعتهم واركنهم على جنب، وهاخد بس البشر بتاع البصل معايا. تمام كده لحد كده تمام. في حاجه هتعملي يا حاجه هقول لك دلوقتي هنعمل ايه. يلا بينا بس كملي معايا الفيديو للاخر وهنشوف احلى غدا النهارده. تمام. هاخد البشر زي ما انت شايفه كده، وهعمل شويه كفته صغيرين خالص. طبعا ايه انا ما كترتش الكميه عشان احنا مش حابين ان حاجه تتفضل مننا. تمام. فطبعا معايا اللحمه كنت مطلعها مجمده شويه، فطبعا مش معانا الكلام ده. هنفك دلوقتي وهنعمل كل حاجه. نزلت كده بنص معلقه من الحبهان، ورشه من ورق اللورا المطحون، نص معلقه فلفل اسود، وكمان هظبط الملح بتاعي، ونص معلقه من الكمون. حلو الكلام لغايه كده. دي البهارات بتاعت الكفته بتاعتنا. وكمان هنزل بنص معلقه كبيره من البيكنج باودر، ودي طبعا اللي بتخلي الكفته بتاعتي هشه ومش مكتومه زي ما احنا اتفقنا وعملناها كتير في القناه. ولو عايزه اللينك بتاع الفيديو هبعتهولك دلوقتي في الصندوق الوصف. معايا كده يا دوبك كده ايه عودين 3 من البقدونس. لو مش حابه تحطيهم ما تحطوهمش، اصلا حطيتهم كده ايه زياده تيست الكفته بتاعتنا. تمام التمام. طبعا بخرطهم ناعم جدا عشان ما يبانش لونهم في الكفته بتاعتنا. تمام. عجنتهم طبعا انا عشان كانت اللحمه متجمده معايا، فدخلتهم في الكبه فرمتهم ورجعت بيهم تاني، وهدخلهم التلاجة ترتاح معايا شويه حلوين، والمكونات بتاعتي تاخد وتدي مع بعض. معايا بقى هنا هعمل اللحمه بتاعتي. فيه كان عندي ريش فهحطها في الصينيه في الفرن. معايا طبعا بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره مقطعها جوليان كده زي ما انت شايفه، ومعايا كمان 3-4 قرون من الفلفل الاخضر، وحاطه حوالي 4 طماطمات برضو متقطعين جوليان يعني شرايح. معايا نص معلقه من الملح، وطبعا نص معلقه من الحبهان المطحون، وحطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، وقلب الجمال ده كله على بعضه كده. وده اللي هيدي طعم كمان حلو جدا للحمه بتاعتنا. طبعا ده الخضار اللي انا هفرشه للصينيه بتاعتي. دي ميه بصل طبعا، حوالي بصلتين كانوا مبشورين. معايا رشه من الفلفل الاسود، وطبعا الملح بسيط كده عشان طبعا ما ملحش الخضار وملح الميه بتاعت البصل فتطلع اللحمه بتاعتي حادقه. وكمان نزلت بنص معلقه من الحبهان المطحون. بجيب اللحمه بتاعتي كده وبتبلها بميه البصل الجميله دي، عليها حبهان، عليها فلفل اسود، عليها ملح. عايزه اقول لك بتخلي طعم اللحمه تحفه جدا. وسلام بقى لما تتبليها قبلها بفتره كده بتدي طعم حلو جدا. اللهم بارك. قلبيها كويس جدا كده. وتعالي بقى نشوف هنكمل الصينيه ازاي. معايا الصينيه اللي هدخلها الفرن، وبديها فرشه كده في الارضيه الاول من الخضار. حلو الكلام. وبفرش عليها اللحمه بتاعتي، بحطها عليها طبعا بالتتبيله بتاعتها بتاعت ميه البصل زي ما اتفقنا، وبحط عليها من فوق برضو من نفس الخضار عشان طبعا تاخد وتدي من كل المكونات بتاعتنا، الخضار والتتبيله وكله، فتطلع معانا الطعم بتاع اللحمه زي القمر كده. طبعا هنا انا هدخلها الفرن، يعني هكمرها بورق الفويل. معايا ورق زبده. وطبعا قبل ما ادخلها وقبل ما اقفلها طبعا كده لزوم الجمال معلقه كده من السمنه البلدي على الوش بتسيح معاها، وعايزه اقول لك بتدي طعم تحفه جدا. معايا ورقه الزبده كده وبقفلها الاول طبعا عشان ما ينفعش ادخل ورق الفويل على الاكل على طول. فطبعا ورق الزبده ده مهم جدا يا جماعه، طبعا مفيش غنى عنه. لو بتحطي حاجتك في الفرن وبتكمريها او بتدخلي حاجه محتاجه لسوى شويه، ما ينفعش خالص ان انا اعرض الاكل معايا للورق الفويل. فبدخله طبعا بالورق كده زي ما انت شايفه. احط الاول ورق الزبده وبعدين بقفل بورق الفويل. تمام. بقفل الصينيه بتاعتي كويس جدا، مش عايزه ليها نفس عشان اللحمه بتاعتي بتستوي كويس جدا طبعا فيها بخضارها بكله كده. تمام. بدخلها الفرن على درجه 200 على الارضيه بتستوي جدا، وبعدين بطلعها تحت الشوايه. معايا بقى كميه الكفته القمر الصغنونه دي اللي احنا عملناها، مش مستاهله طبعا صوابع خله والكلام ده كله. لا انا عملتها كده على دراع المعلقه،
وجميله جدا وحلو جدا. طبعا دي كده اسلك طريقه ممكن تعمليها. تمام، ولغايه كده تمام تمام. يلا خلصنا الكفته، تعالي بقى نعمل شويه رز ابيض كده على السريع، وهنحط معلقتين 3 من السمنه البلدي. تمام، هسيحهم كده زي ما انت شايفه، وهنزل بالرز بتاعي عادي جدا، هديله تشويحه. الرز الابيض من الحاجات السهله، مفيش طبعا اي مشكله فيه، بس احنا بنعمل شويه رز كمان لزوم الملوخيه القمر اللي جاي دلوقتي. طبعا انا هوريكي النهارده الملوخيه اللي احنا كنا مفرزينها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت. طبعا عايزه اقول لك ان كان طبعا الخضار بتاعها تحفه جدا زي ما هي. في ناس تقول ان هي بتتفرز اما بتتضرب في الخلاط ممكن يجرى لها حاجه او كده، عايزه اقول لك لا طبعا، هتشوفيها دلوقتي بعينيكي تحفه جدا، وعايزه اقول لك طعمها جنان. تمام، هنقلب كده وننزل الميه بتاعتنا ونحط الملح بتاعنا عادي جدا. الرز الابيض مفيهوش اي مشكله، اي حد بيعمله عادي، ومقداره زي ما احنا عارفين، والملح بتاعنا بنظبطه. ونقفل الحله بتاعتنا. معايا كده طاسه، وبنزل برضو بمعلقتين من السمن البلدي. تمام، هعمل ايه؟ هعمل التقليه بتاعت مش التقليه بقى، هنعمل الاول العصاج بتاع الرقاق اللي احنا هنعمله النهارده. حلو الكلام. معايا صينيه رقاق بقى قمر قمر بجد. يعني النهارده كنا طبعا قبل كده برضو كنا عاملين الرقاق بتاعنا في حلقه لوحديها. نزلت كده ببصلتين كبار، وعليهم رشه من الفلفل الاسود، وعليهم معلقه مفرومه، معلقه توم مفروم. وبعد ما دبلت معايا بنزل باللحمه بالكميه بتاعتنا. اللحمه بتاعتنا النهارده حوالي نص كيلو من اللحمه، فبنديهم كده تعصيجه حلوه جدا. وطبعا بنزل بنص معلقه من الحبهان، طبعا انا بحب الحبهان جدا مع اللحوم. معاه نص معلقه من الفلفل الاسود. تمام، ونص معلقه او رشه كده من ورق اللورا، بيدي طعم حلو جدا. عايزه اقول لك تحفه. جربي كده تفرمي او تضربيه اللهم صل على سيدنا محمد، تضربيه في المطحنه. تمام، معانا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل معانا كده شويه ملوخيه قمر. معايا الشوربه اهي، شايفه الملوخيه اللي احنا كنا مفرزينها دي كيسه منها، وبوريكي الخضار بتاعها عادي جدا مفيهوش اي حاجه. عايزه اقول لك تحفه جدا، جربيها والله العظيم هتعجبك جدا. طبعا نقلتها على العين التانية بتفك معايا طبعا، لان انا زي ما قلت لك اهم حاجه نطلعها من الفريزر على الشوربه بتاعتنا على طول. وطبعا على الجنب التاني الطاسه، ونزلنا طبعا بكميه كده من الثوم المفروم. تمام، على قد كميه الملوخيه اللي عندك. نزلنا عليها بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وبنديها تحميره كده لغايه ما تديني اللون الذهبي. وبعد كده بنزل عليها بنزل بالثوم المفروم بتاعي او التقليه بتاعه الثوم. تمام، على الملوخيه بتاعتنا. حلو الكلام، دي فيهاش اي حاجه طبعا. معظم الناس عارفه الملوخيه طبعا في الدول التانية، ومتابعين اللي عارفين يعرفوا الملوخيه لكن اهي بصي لونها تحفه ازاي. عارفين الملوخيه لكن ما يعرفوهاش بالطريقه المصري. الطريقه المصريه للملوخيه عايزه اقول لك من اجمل الطرق اللي ممكن تاكلي بيها ملوخيه. بصي لونها عامل ازاي، تحفه اللهم بارك، ولا غيرت لون ولا اي حاجه. تمام، نزلنا كده بالطشه بتاعتنا وصوتي لها بقى صوتي للملوخيه كده عشان تطلع حلوه دي كانت من العادات القديمه بتاعتنا. تمام، هنيجي نعمل بقى صينيه الرقاق القمر دي. معايا كميه من الشوربه كده، نزلت بالشوربه في الصينيه بتاعتنا كده، وعليها رشه من الفلفل الاسود. وعايزه اقول لك بقى هنا الحته بتاعت السمنه اتقطعت. انا نزلت عليها حوالي نص كوبايه من السمنه، وجبت صينيه تانية اللي هحط فيها الرقاق بتاعنا، واديتها مسحه من السمنه كده برضو. وجبت بقى الرقاق الجميل القمر اللي احنا كنا عاملينه ده، ما شاء الله اللهم بارك. بصي بقى التركايه بتاعه الرقاق اللي احنا بنعمله. طبعا الرقاق هنا لما بتيجي بتسقسقيه زي ما احنا شايفين كده، بنسقسقه في الشوربه. وانا بحب احط السمنه مع الشوربه عشان وجع الدماغ، يعني مش هنقعد بقى نحط لحسه من البتاع السمنه وبعدين نحط لا، انا بحط الشوربه عليها السمنه وعلى طول كده دايركت على الصينيه. تمام، وببدا احط في النص كده بعد رقتين 3 من الرقاق، بحط العصاج بتاعنا اللي احنا عملناه لسه من شويه. تمام، هاتي بقى كميه الرقاق التانية، ونفس الكميه اللي بتحطيها من تحت بتحطيها من فوق. حطيتي 3 رقات من تحت، بتحطي 3 رقات من فوق، وحلو جدا. تمام، الرقاق عملناه في حلقه قبل كده برضو، هنزل لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام، قفلي بقى الصينيه بتاعتك كده. وطبعا قبل ما تدخل الفرن بسيبها لما تهدى معايا شويه، لان طبعا الرقاق بيبقى ناشف شويه. تهدى بدخلها الفرن وبتطلع معانا زي القمر زي ما هنشوف دلوقتي. بصي الملوخيه عامله ازاي، اللهم بارك. وكفتتنا خلصت، واللحمه بتاعتنا جهزت، والغدا بتاعنا كان كله جاهز، اللهم بارك، تحفه جدا.
اهو بصي اللحمه عامله ازاي، جميله جدا اللهم بارك. هي ريش طبعا، بس ايه ما بحبش اكتر الكميه طبعا، على قد اللي بياكلوا بتبقى كويسه جدا. تمام. وتيجي بقى صينيه الرقاق يا سيدي وعلى جمالها وطعمها. اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وما اكونش طولت عليكم حبايبي واخواتي، واتمنى اشوفكم في فيديوهات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.